بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله شوفوا اهم تحديات الزيتون دابا، رغم التاخر ديال يعني الخدمه الزيتون. دابا التقليم تاخرنا فيه، المعالجه الشتويه تاخرنا فيها، ولكن الحمد لله الامور كتبشر بالخير الحمد لله، رغم ظهور بزاف ديال العلامات ديال النقص ديال المواد، ولكن الحمد لله الامور كتبشر بالخير. اليوم ان شاء الله نشوفوا مع السي محمد فحصي، شوفوا اهم تحديات. السي محمد راه غبر علينا، الله يهدي علينا ياك السي محمد. مرحبا. مرحبا اخويا السي محمد. السلام عليكم ومرحبا سيدي. الله يحفظك السي محمد. دابا بحال فهاد الضيعه هنا ظهور الحمد لله الفلوريزو راه غادي مزيان، انت كما كنشوفوا الفلوريزو غادي مزيان، ولكن ظهور نقص ديال عده مواد، وظهور حتى الامراض الفطريه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعيد مبارك، رمضان سعيد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بسم الله. الحاجه الاكراه السي حميد بلي نهضروا عليه هذا العام هو كان العائق ديال الامطار اللي كانت عائق الاعمال اللي باش تكون مبكره من وراء شهر الجني، ونص تقريبا لان الجني كان تعطل والعمليات بزاف. كلها اللي خصها تكون في الوقيته ديالتها ما كانتش. كانوا هادو اكراهات بسبب ديال الحمد لله داك الخير ديال الامطار اللي تساقطت عندنا هنا في المغرب ان شاء الله. الحمد لله نتمنوا انها ترجع لنا بالخير النافع ان شاء الله. السي حميد. هنا دابا بزاف ديال المشاكل غيبداو يظهروا، وحنا نحاولوا ما امكن نحذروا الناس منهم، ان شاء الله. لان عام فيه عام ممطر، كتكون فيه الديفلوبمون ديال واحد عدد كثير ديال الافات، منها المرضيه ومنها الحشريه. من بين الافات اللي غادي نعانيو منها هذا العام هو مرض ديال عين الطوس. هذاك مرض قدر، وحتى دابا بدات كتبان علامات ديال السيكوسبوريوز، هي شتيها. هذا تا هو مرض فطري. هادو كلهم كيعيشوا على العصاره ديال النبته. هو هذا كيبدا واحد النقيطات، غير نقيطات بحال هكا، هما السي حميد شتي، هما نقيطات. هذه راه ماشي عين الطوس باش مي هو مرض فطري. هو مرض فطري حتى هو كيعاني من الزيتون، ولكن كيكون نادر. علاش؟ لانه ما كيكونش في السنوات اللي كيكون فيها الجفاف، فقط ملي كيكون السقي اللي كيكون كثيف تما فين كيبدا يبان. هذا كيجعل بان الشجره الا شتي هنايا السي حميد طيح الوريقات بزاف. هنا النتيجه ديال هاد الامراض. وي. والمشكل في هاد الاوراق ملي كيطيحوا راه كيطيحوا بالاعشاش، دوك لي سبور بطبيعة ديال الحال. ولا الابواغ واخا ديال الداوي يرجعوا. من طبيعه الحال. خصو يتحبس. الى طاحوا اوراق وفيهم هاد الشيء، اش كيوقع؟ الوقيته اللي الناقل ديالهم هو داك البخار ديال الماء. ملي كترتفع درجه الحراره الفازقه كيبداو يطلعوا مع البخار ديال الماء ويرجعوا ثاني يرجعوا لك للزيتون. اذا هنايا التدخل ديال المعالجه الشتويه راه خص دائما يكون، وما خصناش نهملوه نهائيا. المعالجه الشتويه نستغلوا فيها الوقت ونديروا فيها مبيد حشري ومبيد فطري، ونعاودوا نقدروا نديروا حتى تخزين ديال المواد اللي هي كتساعدنا ان شاء الله في الازهار، لان قريب هنا دابا كان ديماراج. بدا الديماراج ديال الزيتون. نحاولوا نخزنوا شويه ديال البور والزنك في الشجره، في ديال المناره. هذه الصنف ديال المناره كيديماري بكري وهذا مشكل. الخلاصه سي محمد هو هذا العام مساعد بزاف الامراض الفطريه. نقدروا ما نداووش مره واحده على عين الطوس، نقدروا نديروا اكثر من معالجه. غير هو خصنا ننتبهوا لواحد الامور، لان كاين في واحد الوقيته ما خصناش نستعملوا المواد النحاسيه من فلوريزو. من النواره ومن وراء النواره. هنا مثلا صاحب الضيعه قلت لي هنا راه في اقرب فرصه خصك تداوي. علاش؟ لان الوقت دركنا الوقت، ان الفلوريزو تبدا. والمشكل اللي كاين هو مثلا في الفلوريزو راه جميع الاشجار كدير فلوريزو، ولكن الشجره كتاخذ القياس ديالها كيما عطيتيها بحال الباتري بحال الباتري ديال التليفون. ملي كيكون الباتري 10% ولا 15% راه ما نبقاش نعول عليه. بحال هكاك تماما، هي كتاخذ القياس ديالها، يعني كل ما كانت مزيان كتشد النوار اكثر. هذا هو الاشكال. هذه مهمه، ولكن هذا الشيء هذا العمل راه شوف باش نكونوا واقعيين، راه الشجره الا بغيتيها تخزن المواد اللي كتنتج النواره خاصها تكون وكلتيها، حطيتي لها لانغري ديالها، حطيتي لها السماد ديالها المركب وكلتيها. لا ما وكلتيهاش راه ما غاديش، لان النواره كنهضروا على الطاقه لا تي بي كيتنتج على
السماد اللي غنحطوا ليها تما غني بالفوسفور وفيه البوتاسيوم وفيه واحد المواد اللي هي كتساعد الشجره انها تنتج لنا وتكون عندها طاقه، يعني كربوهيدرات باش تنتج لنا ان شاء الله النواره. ما وكلتيش غادي تعطيك النواره ولكن بدون عقد. هذا هو المشكل. وهذا راه ماشي النواره كطيح مباشره بدون عقد. كيقول لك الفلاح راه جات النواره وطاحت، راه طاحت من الماكله، راه كتاخذ القياس ديالها تماما. شو ما يمكنش، راه هذا كائن حي كياكل وكيشرب. شفت الحب باقي في الزيت. هذا شوف تبارك الله الكاليبر ديالو. الكاليبر كان مزيان الحمد لله، كان امور مزيانه، ولكن هذا الشجر خصو عنايه، خصو عنايه. ظهور العلامات ديال النقص ديال بزاف ديال المواد، بزاف كاين الاصفرار حيت هذا منطقي، هذا منطقي. علاش الشجره ملي كتدخل في فتره، وملي كنقول انا السي محمد، ملي كنقول السي محمد هذه الضيعه هذه عندي التحاليل التراب ديالها، التحاليل كيقولوا لنا بان البوتاسيوم طالع بزاف، ولكن الامتصاص ما كاينش. يعني هذاك البوتاسيوم كاين ولكن غير قابل للامتصاص. خصنا اجي نشوف العلامات ديال البوتاسيوم، علامات نقص البوتاسيوم، غير هو الامتصاص. البوتاس غير ميسر، الا ما خدمناش بالطريقه الصحيحه باش نديروا ليه غير ميسر. شتي هذا نقص ديال البوتاسيوم. عندنا بلوكاج. هو في الارض راه كاين البوتاسيوم ولكن ما كيتكالش، يعني خاصنا نعاونوه باش يتكال. عطى الله الطرق، الحمد لله، الاحماض الامينيه، الاحماض الطحالب البحريه اللي كدير. خصنا نخرجوا الشجره من الستريس باش تدخل في العمليه ديال البناء ديال المكونات ديالها باش تنتج لنا ان شاء الله النواره. والمعالجات راه ضروري، التدخلات راه ما خصناش. شوف هادو كلهم راه غادي ياثروا على الانتاج. هاد الافات راه ملي كتقول لي يا سي محمد قاص الوراق، راه قاص الريه. راه الريه راه الوراق هو لوزين ديالها، هو المعمل هو الاساس. وهذا الصفيران ما خصوش يبقى قبل الفلوريزون. الفلوريزون بدات عندنا، يعني خصنا نوكلوا الشجره، خصها تاكل، خصها ترش بعدا. ديفمبر بدا. وهادو يا اما يخرجوا لك عناقيد غنيه مزيانه تنفعك، او لا الا ما تعاملتيش معاها مزيان راه غادي تقدر تساقط ومشى لك الموسم. هذا هو الشيء اللي ما بغيناش، وحنا ما بغيناش هادشي فعلا. الحمد لله العام كيبشر بالخير الحمد لله. غير الاستباقيه في العمل راه مهمه بزاف، راه الاستباقيه في العمل مهمه بزاف، راه تعطلنا في الخدمه، ولكن يعني هذا رمضان الحمد لله غادي يدوز فيه شميشه زوينه، بنادم يقضي الغرض وهو ميسر ما شاء الله. واهم حاجه في هادشي كامل هو التنظيم العمليات. العمليه دابا راه كاين المشكل في اليد العامله، ولكن الحمد لله يعني الواحد يدارك هنا بحال في هاد الضيعه. ان شاء الله ضروري خصنا نبداو بالرش ياك سي محمد. الرش دابا والحرث باش وضع التسميد. وحتى حاجه واحد الكلمه كنسمعها السي حميد، ما بغيتهاش نسمعها من الفلاحه، كيتعاملوا مع الشجره كانها ماشي كائن حي. هي كائن حي. لا فات لانغري، لا فات الدواء، لا فات يعني ما كاينش شي حاجه سميتها فات. ما يمكنش فيها سميتها فات. ما يمكنش انت تاكل مره في سميتو يعني فطرتي ما تغداش ولا ما تعشاش ولا شي حاجه. راه كائن حي كياكل ويشرب على طول السنه. ما يمكنش شي حاجه سميتها فاتت. الا كتسمع فاتت راه بغيتي تخرج على المنتوج ديالك. راه ما يمكنش. تدخلات راه عده تدخلات في السنه، راه ماشي تدخل واحد، راه عده تدخلات. راه كاينه افات حشريه ما غتبدا حتى لا بحال انا سي محمد. هذا الشيء يتجمع حدا الشجره تما بسهوله، يتجمع ويتحرط بسهوله، يتقاد المسائل، توضع السماد، توضع الحوض نهائيا. الشجره واخا كبيره ما دايرش الحوض، كتسقى منظمه، السقي كتسقى في الجناب ديالها تما فين كاين الشعيرات ديال الماكله وديال فين كتشرب الماء. امور الحمد لله ما شاء الله، امور مضبوطه. الله يبارك. هو الامراض الفطريه راه طحنات، بدات كتبان هو عامها عادي. وكانت الشجره اللي كانت ستريسي السي حميد لانها ما بقاتش كلت مده طويله، ما بقاتش كلت بطبيعه الحال. راه ما كانت من شهر 12 هذاك ماشي هو هذاك. وماشي كيسيو ديال دابا ملي الشجره كتكون والده راه كتاكل العصا من طبيعه الحال. الاجهاد هذاك اجهاد كتسمى الحمل الغزير، هذا كله اجهاد. المحاربه الشتويه مهمه بزاف. دائما كنقول لكم راه المحاربه الشتويه راه مهمه بزاف. والجنين المبكره السي حميد. كتبقى تسنى في السوق، ما كاينش شي حاجه. تبقى تسنى في السوق يطلع حتى كيهبط وكيوقع الخلل
نعرضوا الطلب دائما. كل عام وعام ما يمكنش لك والله ييسر الجميع بالتوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله للجميع. ان شاء الله. واش مبروكه. نديروا اللي علينا والكامل على الله. الحمد لله. هاد تقريبا هاد 20 يوم الاخرى الحمد لله الفيرما اللي دخلت ليها كنصيب مالها كيديروا واحد المجهود اللي كبير بزاف باش يخدموا، باش يصبروا، باش ينقشوا، باش يديروا لونغري ديالهم، باش يتبعوا المسائل ديالهم التقنيه. ودائما واحد الحاجه السي حميد غادي نحاول يمكن نقولها للناس، لان كان واحد المشكل كيعانيو منه الفلاحه هذا العام، هو النقص ديال اليد العامله. هذا مشكل كيعاني منه. كنحاول ما امكن انني ننصحهم انهم يدخلوا في المكننه، يطوروا المكننه، لان المكننه هو الحل دابا. الاليات ديال الحرث، الاليات ديال الجني، الاليات هذا الشيء اللي كاين. لان هذا المشكل اللي كنعانيو منه ان المدن استقطبوا اليد العامله بزاف هاد السنوات، ومشى ما بقى حتى واحد في الباديه، اللي كيجعل بانه اليد العامله تقلصات وقلالت. كتلقى واحد يلاه دابا عشنا السي حميد واحد البلاصه كنا في هذه النواحي ديال الصنهاجه، هو ان واحد 3 ولا 4 العمال كيتناوبوا عليهم 5 ضيعات ولا 6. لا راه درت مع هذاك، لا راه غدا ما غنكونش. هذا مشكله. والمكننه يمكن لها تنفع في هذه الحالات. المكننه راه في الجني طبيعه الحال، راه الناس استعملوا هذا العام استعملوا السي حميد لي فيبرور، راه كيهبط طون 850 كيلو في كل فيبرور. وما كانوش كيامنوا بهم، ولكن هذا العام امنوا بهم، منهم لان دخلوا لهذه التجربه. هي اللي فيها خير. الواحد ينظم راسو مزيان، وسيرتو الضيعات ملي كتصيب ضيعه كبيره وناقصين فيها الماتريال راه مشكل. خاص يكون عندها التراكتور ديالها، البيلفيزاتور ديالها، كلشي ديالها. استثمار هذاك السي. ودائما استشاره راه مهمه. اي حاجه بغي نديرها 16 ما كاينش. راه منين كتبداو العلامات ديال الفلوريزو راه ما يمكن ليش رش الكويفر. هذه ديروا في بالكم. والمشكل اللي كاين هو الهجوم ديال عين الطوس. عين الطوس راه هجمات. شوف عين الطوس كي ولات. عين الطوس راه مشكل. راه دابا نقولها لكم من هذا العام، من دابا نقولها لكم العام الجاي غادي يكون مشكل في الزيتون. دائما غنبقاو عام ما عندناش الزيتون، عام عندنا الزيتون، عام عندنا الزيتون، عام الزيتون. علاش هادشي من الفلاحه. الفلاح هو اللي كيدخل الشجره للستريس، هو اللي كيدخل الشجره للمعاومه. على الشجره دابا راه ديمارات هكا ديمارات، واحد شويه مابقاش يطرش ليها الكويفر. وعندي الشجره مريضه، مريضه وما يمكنش تداوى. مريضه انت اجي تشوفها السي حميد، راه ما يمكنش. هنا راه مريضه كانت العصا. آفة حشريه. لا آفة حشريه في كل شيء. آفة حشريه في كل شيء اسمه محمد. فهمتي. هذه راه آفة حشريه. هذه واحد الحشره كتاكل لنا اليخضور. كتمس العصاره، كتمس العصاره ديال سميتو. وهي دابا كاين. شوف دابا هذا العام كليما فافوار. هذا العام على قبل باش الامراض الفطريه 10 0. حتى الحشرات غادي يكونوا بطبيعه الحال غيكونوا كثار. وشوف سبحان الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى. الحشرات في الحال البارد مخشيين في تحت الجذور، هنا في الجذور، فهذا مدرقين. غير كيبدا يسخن الحال وكيديماريو ما عادش كيديماريو مع النواره قد وكيبداو جيعانين. ولا وصلت النواره ما نقدروش نديروا شي تدخل. ومنين كتوصل النواره ما كنقدرش ندير انا التدخل المحاربه الشتويه. داكشي اش كندير مواد عاليه الجوده، وكنرش رشه بعقلها اللي كيقضيو لي على الاعشاش ديال دوك الحشرات اللي كنتهنى منهم انا في شهر، يعني في الفلوريزو. يعني اجيال كيمشيو بطبيعه الحال اجيال. شي اللي كنظم راسي راه